أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الصيف يعني آيس كريم. آيس كريم بالتركي يعني دندورمة، يعني تاكل وما توقفش. طبيعي كده أول ما بنمسك الآيس كريم نفضل وراه لغاية لما يخلص للآخر. بما إن أنا بحب الفراولة جدا وآيس كريم الفراولة بالأخص، فبدأت بيه سلسلة الحلقات بتاعتنا بتاعت الآيس كريم. طريقة سهلة بسيطة، كل الفكرة كلها إنها بتعتمد على التبريد لمدة طويلة. نخش على المقادير. أول حاجة، فاكرين الفيديو بتاع الفراولة اللي فرزناه؟ هناخد كمية 300 جرام فراولة مفرزين قطع قطع، هنحطهم في الخلاط بعد ما نكون سيبناها طلعناها من الفريزر وسيبناها تقريبا حوالي نص ساعة تكون بدأت تفك. هنضيف عليها كوباية سكر اللي هي كوباية 200 ملي. هنضربهم في الخلاط كويس قوي لغاية لما ينعم تماما تماما، يبقى بوريه، يبقى بيوريه اساسا. يبقى احنا حطينا 300 جرام فراولة متفرزين مفكوك نص نص، بعدين حطينا عليهم كوباية سكر اللي هي 200 ملي. هننزل بعد كده بقى بيوريه تماما، نحط عليه مقدار نص كوباية حليب، يعني تقريبا 100 ملي حليب. وهنحط كمان باكت كريمة 200 ملي كريمة. الاتنين مع بعض اساسا طعم تحفة تحفة جدا. هنحطهم ونحط عليها كمان معلقة شاي عصير ليمون. بس كده نبدأ نشغل الخلاط تاني لغاية لما المزيج كله يتكون. بكون مجهزة الطبق اللي انا هستخدمه او العلبة بتاعت التلاجة اللي انا هشيل فيها، واحطها كويس اوي لغاية لما العلبة تتملي. تقريبا بيديني مقدار حوالي 800 ملي ايس كريم. هنغطيها وندخلها الفريزر. التكنيكال هنا، التكنيكال انا ما عنديش مكنه صنع ايس كريم عشان تفضل تبقى ساقعه وتخلط على بعض. لا، انا هستنى كل ما يعدي نص ساعه على الخليط بتاعي بالشوكه، هقوم مكسره التلج اللي اتكون من الجناب او الخليط بتاعي اللي اتجمد، عشان ما يتكونش تلج. لا، انا عايزاه يكون خليط كريمي ناعم بس مجمد في نفس الوقت، بس ما فيهوش تلج. هنفضل بالشوكة نقلب نقلب، نفضل نعمل كده حوالي 4 مرات. يعني تقدري تقولي كل نص ساعة كل ساعة تطلعي العلبة من الفريزر بالشوكة، تكسري التلج دون، تحاولي تهرسيه جامد 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 لغاية يتدخل كويس قوي قوي مع بعض. وبعد كده نرجع تاني نحطه في الفريزر لغاية اخر مرة هيبقى طالع معانا قوامه زي ما احنا شايفين قدامنا كده. هنقلبه لاخر مرة، يعني دي تقريبا كانت المرة الرابعة. بعد كده هغطيه، اسوي وشه واغطيه واحطه في الفريزر. هيطلع معايا تاني يوم سيبته عشان ياخد تجميده كويس قوي. وبالمعلقة او بمعلقة الايس كريم تبداي تاخدي منه الكور اللي انت عايزاها او البولات اللي انت عايزاها، سواء بقى معاكي الكونو او في كوبايات عادية زي ما انت عايزة.